الفيديو اللي فات عملنا مع بعض كحك العيد وطلع في منتهى الجمال. المرة دي بقى هنعمل البسكوت بتاع العيد وكمان هنعمله بالكيس الحلواني، مش هنستخدم مكنة البسكوت. بصوا شايفين الشكل والجمال واللون، وكمان التسوية بتاعته كانت في فرن البوتاجاز. الناس برضو اللي زي حالاتي عندها البوتاجاز مش بإيد الشواية ولا البوتاجاز الاتنين في وقت واحد، هقول لكم على التسوية بتاعته وازاي استخدمت كيس الحلواني، والمكونات والمقادير طلعت معايا مظبوطة وزي الفل. يلا بينا كده بقى حبايب قلبي نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس حطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. زي ما انتم شايفين ده كده الميزانة قدامي، أنا وزنت كيلو ونص من الدقيق. دايما يا جماعة لما تيجوا تعملوا الكحك أو البسكوت لازم الميزانة تكون معاكم علشان توزنوا الحاجة والحاجة تطلع معاكم مظبوطة. الكيلو ونص من الدقيق اخدوا معايا 500 جرام من الزبدة، يعني نص كيلو من الزبدة. برضو بوزنها كده على الميزانة علشان المقادير تطلع معايا مظبوطة. يبقى ده كده 500 جرام من الزبدة، انا نزلت كده في البولة بالزبدة بتاعتي. هياخدوا معايا 500 جرام من السكر البودر، نزلت برضو كده على الزبدة بالسكر البودر. عايزين بقى في المرحلة دي تستخدموا المضرب الكهربائي مفيش اي مشكلة. انا السنة اللي فاتت ما عملتش بايديا واستخدمت المضرب الكهربائي. ناس كتير مش بيكون عندها المضرب، وناس كتير بتقولي احنا عندنا المضرب ومش بنعرف نستخدمه. فبصراحة مفيش اجمل كده من الحاجة اللي انتوا تعملوها بايديكم. انا كده بدأت كده ارب كده اللي هو السكر البودر والزبدة مع بعض. هنزل بقى كده على الزبدة وعلى السكر البودر ب5 بيضات. انا هنزل برضو بالبيض كده بالتدريج، وهبدأ كده اضرب بيضة بيضة مع الزبدة ومع السكر. خلوا بالكم بقى البيض ما يكونش محطوط في التلاجة، يكون بدرجة حرارة الغرفة. وكمان الزبدة ما تحطوهاش في التلاجة لو انتوا كمان هتعملوا كمان بايديكم علشان تبقى طرية معاكم وتبقى سهلة. هبدأ بقى كده اضرب البيض مع الزبدة مع السكر البودر بالتدريج كويس جدا جدا لحد ما الاقي كل الحاجة كده دخلت في بعضها واخدت معايا القوام الكريمي. والله يا جماعة حاجة الايد بتبقى زي الفل، وبتفكرنا كده بقى بأمهاتنا. لا كان في مضرب كهربائي ولا كان في الحاجات دي، وكانوا بيعملوا لنا احلى حاجه والحاجه بتطلع زي الفل. يلا بينا بقى كده ننزل بالفانيليا على الزبدة والسكر البودر والبيض. الفانيليا بقى ايه زودوها شوية علشان انا مش عايزة اي ريحة زفارة في البيض. وهنزل كمان بقصنص البرتقال او ازازة من ريحة البرتقال. ريحة البرتقال ممكن تحطوا معاها تانج، ممكن تحطوا معاها كيس فروتي، لكن انا استكفيت بازازة قصنص البرتقال اللي انا حطيتها او ريحة البرتقال. بعد بقى كده كله ما خد القوام الكريمي وكله دخل في بعضه، نزلت بالكيلو ونص من الدقيق وبدأت كده أبس أو أدعك كده أدخل الدقيق مع الزبدة والسكر البودر والبيض. هنعجن بقى النهاردة البسكوت بتاعنا بإيه؟ أنا عجنت بالمية. عايزين تحطوا لبن يعني تعجنوا باللبن اعجنوا، عايزين تعجنوا بالمية زي حالاتي مفيش أي مشكلة. اخد معايا الكيلو ونص دقيق، اخدوا معايا يعني كوباية ونص من المية. يبقى دلوقتي كده الكيلو ونص من الدقيق اخدوا معايا كوباية ونص من المية، وده بيكون كمان على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. ادي كده بقى ايه بعد ما خلصت وعجنت وظبطت العجينه كلها، نزلت بقى على العجينه بعد ما اتلمت وسابت ايديا. نزلت بنص كوبايه من الزيت، وبدات كده ادخل الزيت مع العجينه لحد كده ما هتلاقوا القوام او الملمس بتاعها كده طري وزي الفل. ادي كده بعجن العجينه بتاعتي كويس جدا وخلصت العجن بتاعها. بعد ما حطيت نص كوبايه الزيت العجينه طلعت معايا الملمس بتاعها طري وزي الفل. ادي كده العجينه بتاعتي خلصتها. يلا بينا كده بقى نجيب الصجان والصواني اللي هنعمل فيها النهارده البسكوت. وجبت كده بقى اول صاج وحطيت فيه شويه زيت، وبالفرشه كده بدات كده اوزع شويه الزيت في الصاج اللي انا هعمل فيه البسكوت. جبت بقى كده الكيس الحلواني زي ما انتم شايفين، ما جبتش بقى المكنه ولا اي حاجه، الكيس الحلواني وحطيت فيه بقى كده جزء من العجينه او قطعه من العجينه. وجبت بقى كده الصاج كده انزل بالبسكوت بتاعي اللي انا عملته النهارده بالكيس الحلواني. هعمل لكم بقى كده زوم واقرب لكم الكاميرا علشان تشوفوا السهوله والجمال والشكل والسنون كمان، يعني السن بتاع القمع ما شاء الله ظاهر كده حتى بعد التسويه.
يعني الرسمة بتاعة القمع ما راحتش ولا أي حاجة. عايزة نقول لكم يعني ممكن تعملوه في أوقات تانية خالص غير العيد بالكيس الحلواني كأنكم بتعملوا بيتي فور. بصراحة يا جماعة البسكوتاية طلعت معايا مختلفة عن كل سنة. البسكوتاية طلعت معايا محملة كده ومالية مركزها زي ماما ما كانت بتقولي. أنا أول مرة أعمله بالكيس الحلواني وبصراحة انبهرت بالنتيجة، ما كنتش أحسبه هيطلع بالجمال ده. ادي كده بصوا شايفين الجمال. يعني يا دوب كده بنزل البسكوتايه من الكيس الحلواني وبصباعي كده بقطعها يعني شفتوا كده كانكم بتقطفوا كده على نفسكم بالمكنه، برضو بتنزلوا كده بصباعكم من الكيس الحلواني. بصوا شايفين الجمال. وبصراحة بتتحكموا فيه كمان أكتر من المكنة. يعني بتعرفوا كده حجم البسكوتاية بتاخد قد إيه أو كام ضغطة بتنزل لكم البسكوتاية. بصوا شايفين بقى الجمال، وبصوا شايفين البسكوت. لو تلاحظوا او تخلوا بالكم ان كله كده متساوي وتقريبا كده الحجم كله واخد حجم واحد. ادي بصوا شايفين الجمال، بصوا شايفين الشكل. يعني انا بصراحة كنت مبسوطة جدا جدا بنتيجة البسكوت، وقد ايه الكيس الحلواني ساهل. وبصراحة ما اخدوش معايا وقت خالص خالص في ان انا يعني اعمله بالكيس الحلواني. ادي كده بقى خلصت اول صاج، ودي كده تاني صينية معايا. انا برضو حطيت فيها شوية زيت ووزعت كده بالفرشة الزيت كده في قلب الصينية. وايديا كده بدأت بقى ايه اللي هي تاخد كده على كيس الحلواني. التجربة بقى بتكون في أول صاج، ده كده بقى إيه تاني صاج. بصراحة كانت إيديا أخدت بقى على مسكة الكيس الحلواني، وإزاي كده البسكوت ينزل منه. فالدنيا اتسرعت معايا شوية عن أول صاج. بصوا شايفين الشكل والجمال. بصراحة أنا كنت فرحانة جدا جدا بالكيس الحلواني وبنتيجة البسكوت بعد ما خلص. ادي كده بصوا شايفين الشكل والجمال. كده خلصنا أول صاج. كده معايا تاني صينية. يلا بينا كده بقى نخلص باقي الكمية وارجع اقول لكم على التسوية وازاي هنسويه في فرن البوتاجاز. يلا بينا. يلا بينا كده بقى ندخل على التسوية. أنا كنت مسخنة أو قايدة الفرن قبلها ب10 دقايق. مسخنة الفرن كويس جدا جدا قبل ما أدخل البسكوت في الفرن. ادي كده دخلت البسكوت في الفرن. طب هعرف ازاي ان البسكوت استوى؟ أول كده ما بتلاقوا الحروف يعني بدأت كده تاخد اللون الذهبي، بتطفوا عليه من تحت وبتشغلوا عليه الشواية. شوفوا كده كأنكم بتعملوا صينية كنافة أو صينية مكرونة بشاميل. بتلاقوا كده أول ما الحروف بدأت تاخد لون بتطفوا النار وبتشغلوا الشوايه. البسكوت كمان يا جماعه بتلاقوا الحروف بتاعته اتلونت واخدت كده اللون الذهبي او اول درجه من اللون الذهبي. بتعرفوا كده ان القعر بتاع البسكوتايه استوى وبتشغلوا عليه الشوايه. زي ما انتم شايفين كده تقعدوا له قدام الفرن، ما تقوموش خالص علشان مفيش اي حاجه تبوظ مننا. ادي بصوا شايفين الشكل والجمال. وبتبداوا كده تضيروا الصواني وتضيروا الصجان، يعني ما تسيبوش الفرن وتقوموا. ده كده بقى شكل البسكوت بتاعي بعد ما خرج من الفرن. بصوا شايفين الشكل واللون والجمال وقد ايه البسكوته مقرمشه. والله يا جماعه انا نفسي تدوقوا البسكوت اللي انا عملته، وان شاء الله حبايب قلبي تجربوا كمان بالكيس الحلواني زي انا ما عملت. وقد ايه المقادير بتاعته طلعت مظبوطه وزي الفل، والبسكوته كده ماليه مركزها كده ومحمله حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. ادي كده البسكوت بتاع العيد، وكمان عملت معاكم الكحك بتاع العيد. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. وكمان ما تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم. مع السلامة، هتوحشوني.